أبدأ وإياكم بعلاجات الغم. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. تصدقون ان بعضنا اليوم ما قالها ويقول: أشعر بضيق الصدر. لماذا ما عذت بربي؟ لماذا لم تعذ بالعظيم جل وعلا أن يزيح عن قلبك الغم وأن يرحم ضعفك؟ لأن الهموم إذا تزاحمت في القلب لربما أوقفت الإنسان عن العمل، أوصله الشيطان إلى اليأس، واليأس طريق إلى الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك يا عبد الله استعذ بالله. أول علاج: لذ، عذ، التجئ، انكسر، ابك بين يدي الله: أعذني من الهم والحزن. لأن الحياة إذا تجمعت الأحزان فيها صارت سجن. استعذ بالله واجعلها في وردك، اجعل هذا في وردك: أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. العلاج الثاني للغم: كثرة الصلاة والسلام على خير البريات. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار، صلوات ربي وسلامه عليه. قال له أبو ذر: يا رسول الله، كم أجعل لك إني أصلي عليك؟ أخبره أنه محب. ومن أكبر الأدلة على أنك تحب محمدًا عليه الصلاة والسلام أنك تكثر من الصلاة والسلام عليه، لا حد للعدد، لكن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. والبخيل من بخل على نفسه. والبعض منا يصلي 100 200 ويفتر. يا أخي، أقسم بالله لو أحببت أمك أكثر من نبيك أن إيمانك ينصدع. صلوات ربي وسلامه عليه. لو تحب نفسك أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام لينكسر إيمانك وتتقهقر إلى الخلف، لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو الذي أنقذنا الله به من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى الهدى، ومن الضلال إلى الهدى. لذا يا عبد الله، هل أنت تحبه حقًا؟ والله لو لم يكن من دلائل حبه إلا كثرة الصلاة والسلام عليه لكانت شعار المحبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله من أدمن الصلاة والسلام على رسول الله يذهب الهم من قلبه ويغفر ذنبه. وما أكرم العظيم سبحانه وتعالى جعلنا نصلي عليه في كل صلاة. العلاج الثالث للغم: الصلاة الخاشعة. إذا حزب الحبيب أمر، إذا أتاه الهم وكفار مكة يتنافسون التضييق عليه وعلى أصحابه، ماذا يصنع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لبلال: أرحنا بها. وكم واحد مهموم يأتي المخلوق مثله: أبا فضفض لك، سأشتكي لك، اسمع مني يا دكتور، اسمع مني يا معالج نفسي، اسمع مني يا مستشار اجتماعي. لا حرج، اذهب إليهم. لكن ما رأيك تشكو همك لربك وأن تجعله في سجدة، تبكي أمام الخلق والخلق لا ينفعون ولا يضرون، وتبكي لهم تريدهم أن يرحموك؟ ألا تبكي وتذرف الدمع أمام الخلاق الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وأنت من هذا الكون، وأنت شيء في هذا الكون، ورحمته ستسعك. ابكي على ذنبك وعلى خطيئتك، اشتك لله الهم، اشتك لله الدين، المرض، ضلال الأبناء، الهموم التي تحتوش صدرك والتي أجرت مدامعك، اجعلها في سجدة واسجد اقترب من الله جل وعلا. يضيق صدرك، ماذا قال؟ لا يهمونك؟ نعم، كلامهم لا يضرك ولا ينفعك، لكن حتى يقوى جنانك ويقوى إيمانك
وتستطيع أن تبلغ دين ربك، فلديك دواءين من صيدلية القرآن. الدواء الأول أدمن التسبيح، الثاني كن من الساجدين، ومع الساجدين سينزاح الهم عن قلبك. أهل قيام الليل ما يهمهم، ما تجيهم ضيقة صدر. أهل قيام الليل سألت كبير سن تقول زوجته الصالحة: عرفته منذ 64 سنة والله ما ترك قيام الليل في سفر ولا حضر. كم عالج من مرة؟ هل أخذ مضادات للاكتئاب؟ هل تسلط عليه وسواس؟ في طمأنينة وفي سعادة، حتى إنه يقول لمن زاره: وينهم عن القرآن ومناجاة الديان؟ يا ناس والله الذي لا إله غيره لو تذوق لذة السجود مختلطا دعاؤك وتسبيحك بعبرة، والله لو تذوق السجود وأنت تبكي أنك تعلم أنه لا يوجد في الدنيا لذة إلا تلك اللذة. ينسون أنفسهم، تعرج أرواحهم إلى مولاهم وهم في صلاتهم. لذا أيها الأحباب، صلاتنا تحتاج إلى استغفار. صلاتنا نقر، صلاتنا كصلاة المسيء الذي قال الحبيب: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ننقرها نقرا، ولذلك هي لا تنهانا عن فحشاء ولا منكر، ولا تزيل الهم من القلوب. الصلاة الخاشعة دواء، أقسم بجلال الله دواء لضيق الصدر والهم والغم. لكن صلاة لا تنظر إلى الساعة فيها، صلاة يتجافى جنبك عن وظهرك عن فراشك تناجي ربك. هذه الصلاة التي جعلت أولئك بالأسحار يستغفرون وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لماذا؟ ما يحبون النوم؟ بلى. أليس الفراش وطيء؟ بلى. وجميل؟ بلى. لكن مناجاة الله أعظم لذة في الكون. ومن العلاجات للغم أيضا التسبيح. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات يا من في صدرك هم وفي جوف الليل لك زفرة، ويا من ظلمك من ظلمك، يا من رحلت أموالك واليوم أنت مديون وكنت في غنى، يا من قال الطبيب سرطان دب في بدنك أو مرض عضال ها هو على عاتقك أو في قلبك، وتلفت للخلق وكل مشغول. جاك الظلمات الغم كما أتت يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. ذنون عندما خرج مغاضبا فكان أن الله قدر عليه أن يقع في جوف ليل، في جوف بحر، في جوف حوت، ظلمات في ظلمات بعد ظلمات، ويناجي ربه هل هناك أمل لتفريج كرب يونس وهو في قاع بحر في بطن حوت في ظلمة ليل؟ ولا 1% من الأمل، لكنه يعرف الله. فلولا أنه يعرف الله ما سبحه. ماذا قال؟ لاحظ تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبح وهلل واعترف بالذنب فاستجبنا له ونجيناه من الغم. له وحده يا رب، وكذلك ننجي المؤمنين. له ولكم ولكل مؤمن. والله يا أحبابي لا يبقى غم وأنت تردد هذا. ولذلك كيف يأتي الغم إلى قلب مؤمن ومعه هذا الدعاء؟ لكن أن تقول الدعاء بلسانك ما يفرج الهم، حتى يتواطأ اللسان مع الجنان مع القلب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من علاجات الغم ما أدري الخامس السادس الاستغفار وإدمانه. ليس الاستغفار الذي يحتاج إلى استغفار. ترى بعضنا يستغفر ويحتاج أنه يستغفر من استغفاره، لأن استغفار هذا لا يجيب ولا يودي ولا يحصن ولا يورثه سعادة ولا يزيل هما. بس في خطأ كبير يرتكبه بعض المستغفرين، أنه يستغفر لأجل رزق ينتظره. لا يا أخي، تستغفر البنت 2 شهرين عشان تتزوج،
والشاب عشان يتوظف، والمريض حتى يشفى. الاستغفار طلب المغفرة، فإذا طلبت المغفرة وأدمنت ذلك في كل ساعة وكل دقيقة، كان من نتائج طلب المغفرة أن يزيل الله عن قلبك كل هم وكل غم، بل ويرزقك من غير ما تحتسب.